السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار مصر. رجعنا لكم من جديد، والنهاردة جايبة لكم خبر كويس. احنا استلمنا الشقة اللي شارينها في مدينة بدر. احنا اشتريناها من سنتين، كانت في 2023. طبعا المنطقة اتغيرت تماما. المنطقة دي كانت منطقة صحراوية. أول ما روحت من سنتين وشفت المكان طبعا كنت معترضة زي ما ناس كتير قوي بتكتب في التعليقات: هنشتري في صحراء ومفيش خدمات ولا في أي حاجة. رحت هناك من أسبوع بالظبط. المكان اختلف تماما اختلف تماما. هقول لكم التفاصيل، ولو في أي حاجة مش واضحة اكتبوا لي في التعليقات، وأنا برضو هجيب لكم أو هحاول أجيب لينك الفيديو اللي كنا منزلينه من سنتين، من 2023. الشقة دي احنا دفعنا فيها مقدم 150,000. هي سعر الشقة 750,000، تقسيط على 5 سنين. مقدم 150,000، وكل شهر بندفع قسط 10,000 جنيه لمدة 5 سنين. السعر ده طبعا كان أيامها بسيط، لكن ناس كتير أوي كانت محتارة وكانت مترددة إنها تشتري بحجة إن المكان صحراء ومفيش خدمات وكده. الأرض كانت فاضية جدا، العمارة كانت تحت الإنشاء. طبعا بعد أول سنة دفعنا الأقساط حصل تعويم، وإحنا وكل اللي شاريين في العمارة كنا قلقانين إن الشركة مش هتكمل، لكن الحمد لله كان عندنا ثقة كبيرة أوي في الشركة وكملت بإذن الله. طبعا سعر الحديد رفعة كبيرة جدا، بس الحمد لله كلنا استلمنا وكلنا مبسوطين. شقة قدامكم اهي، شقة جميلة والفيو رائع، ولسه كمان كل حاجة هتكتمل بإذن الله. الشقة دلوقتي سعرها النهاردة 1,500,000 وكاش، مفيش تقسيط. الشركة خلاص ما عادش بتقسط. طبعا الشقة احنا استلمناها بدون تشطيب. احنا اللي هنشطب، احنا بس مستلمين السلم، وطبعا الشقة بالعدادات بتاعتها دي هي دي بس اللي الشركة بتعمله، لكن التشطيب على حسابنا احنا. في مول بالنسبة للخدمات، طبعا كل حاجة متوفرة جدا. انا بقول لكم انا رحت قعدت اسبوع فكل حاجة موجودة. في مولين اشتغلوا، وفي مول جنبنا تحت الإنشاء، وفي مسجد كمان. والناس بدأت تعيش وتسكن في المكان ومستقرين جدا. وفي كمان في مول العين على طريق السويس شغال. وفي هايبر وان ده طبعا انا رحت استوقت فيه، في كل حاجة، وكل حاجة نظيفة جدا، المكان منظم. لا بصراحة حلو قوي، وانا انبسطت قوي من الرحلة دي، انبسطت ان احنا اشترينا، وان شاء الله هنشطبها برضه. هقول لكم احنا هنعمل فيها ايه بإذن الله. طبعا الشقة قدامكم اهي، يعني الحمد لله الحمد لله جميلة، وان شاء الله بعد التشطيب هتبان اكتر لان المساحة كويسة. بصراحة العيب الوحيد اللي ما عجبنيش في المنطقة، يعرف كده دي المنطقة العاشرة مدينة بدر، المدارس. طبعا انا ولادي مدارس هنا مدارس حكومي عادي جدا، فالمدارس هناك كلها شغالة وكل حاجة وجامعات وكل حاجة، بس المدارس اللي جنبنا كلها انترناشونال. فاحنا عايزين وان شاء الله صوتنا هيوصل بإذن الله. احنا عاوزين مدارس حكومية، مدارس تجريبي، ولادنا يدخلوا فيها يعني بالأسعار العادية عشان احنا هنكمل بنفس المستوى. يعني انا قلت انا هعلم ولادي زي ما احنا اتعلمنا بالظبط. بلاش انترناشونال خلاص، يعني عاوزين بقى يعني الخطوة الجاية يبقى في مدارس حكومي. ان شاء الله المنطقة واسعة والمنطقة كبيرة، هي دي النقطة بصراحة، هي دي حتى انا كنت بكلم زوجي فيها، قلت له هي دي النقطة الوحيدة اللي مش حلوة في الموضوع. لكن كخدمات كل حاجة يا جماعة موجودة، كل حاجة جنبنا، يعني احنا نروح نعيش ان شاء الله ونستقر بقلب جامد، يعني مفيش حاجة ناقصة ولا اي حاجة. والفيو كمان رائع، وانا صورت لكم كمان حاجات تانية كتير بإذن الله هنزلها. مدينة بدر الطرق جميلة جدا، خلاص ما عدتوش هتحسوا يعني بسفر خالص. بينها وبين العاصمة تلت ساعة، بينها وبين العبور تلت ساعة. لا كل حاجة، ولا الطرق كمان مساعدة ان ما بقاش في سفر.
وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو أي حد عنده أي استفسار يكتب لنا في التعليقات، وهسيب لكم كمان رقم للتواصل اللي حابب يتواصل معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.